رسميا يا صديقي تقنية الاي سيم اتفعلت في مصر في ال4 شركات. في الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه بشكل تفصيلي عن تقنية الاي سيم. لو انت لسه ما شفتش الفيديو هتلاقيه ظهر لك في الاي اللي فوق، وهتلاقيه كمان موجود على القناة بتاعتنا. وده كان عبارة عن شرح تفصيلي عن تقنية الاي سيم، وكان فيه كمية اسئلة ضخمة جدا هنرد عليها في الفيديو ده بناء على الكومنتات اللي انتوا كتبتوها. زي كل مرة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس واللايك الجميل بتاعك، لان للاسف الشديد 98% من اللي شافوا الفيديو اللي فات ما عملوش اشتراك في القناه. ولو انت لسه اول مره تشوفني فانا عبد الله نصر وبقدم محتوى تكنولوجي. ما تنساش بقى تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا والاجهزه الذكيه. في الفيديو بتاع النهارده بقى هنتكلم فيه عن تجربه الاي سيم وازاي قدرت اغير الشريحه العاديه بتاعتي لشريحه الكترونيه من خلال شركه وي. يعني انا معايا رقم 015 فرحت الفرع عملت شويه خطوات وظهر الكيو ار وعملته على الموبايل. وفي الفيديو بتاع النهارده برضه هقول لك ازاي تقدر تعمل السيتنج الخاصه بالكيو ار على الموبايل بتاعك. وهنتكلم برضه عن اسعار الشركات، وهنرد على الاسئله اللي اتكتبت في الفيديو اللي فات اللي هي الكومنتات. من ضمنها لو عملت فورمات للجهاز هروح الفرع مره ثانيه واشتري شريحه ثانيه بفلوس. كل ده هنجاوبه في الفيديو بتاع النهارده. وعايز اقول لك ان الفيديو ده الخلاصه كل حاجه عن الاي سيم، او بمعنى صح الزتونه، وهتلاقي فيه كل الاجابات اللي متوقع انك تسالها. فكمل الفيديو الاخر عشان تعرف كل حاجه عن الاي سيم. طيب باختصار يا صديقي، ايه هو الاي سيم؟ هو خط عادي جدا، بدل ما تمسك الخط في ايدك بيكون جوه الجهاز بتاعك حاجه كده انترنال جوه الموبايل. هقول لك ده بيتم ازاي وهتستفيد ايه من الاي سيم. هتستفيد ان يكون عندك خط تاني، وخصوصا الناس اللي هي معاها ايفون، لان معظم الناس بتعاني دلوقتي ان الموبايل بتاعها بيكون بشريحه واحده. نفس الاوبشن بتاع الخط العادي هو الاوبشن اللي بيديهولك الاي سيم. ملحوظه صغيره بقى وكنت عايز اقولها، للاسف السمارت ووتش لسه ما اتفعلتش فيها الاي سيم. ايه الموبايلات اللي بتدعم الاي سيم؟ لو بصينا على الايفون هتلاقي من اول ايفون اس اي لحد ايفون 16 برو ماكس ده كله بيسبورت تقنيه الاي سيم. وهسيب لك لينك في جميع الموبايلات اللي بتدعم الاي سيم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. كمان لما تدخل على كل شركه من شركات الاتصالات هتلاقي موضح لك الاجهزه اللي بتدعم الاي سيم. عندك مثلا شركه زي شركه وي بيكون بالشكل اللي قدامك ده، فيها جميع الاجهزه اللي بتدعم الاي سيم من ابل وسامسونج وشركات تانية كتير. شركه زي اورنج عامله اوبشن انك تقدر تفعل الاي سيم من البيت في حاله انك عايز تغير الشريحه بتاعتك من شريحه عاديه لشريحه اي سيم، وكاتبه الكلام ده على الموقع بتاعها. فانت بمجرد ما تفتح الابلكيشن بتاعهم لازم يكون معاك رصيد حوالي 440 جنيه علشان تقدر تفعل الاي سيم على موبايلك بدل ما تروح الفرع. ولكن في الفرع بيكون حوالي 300 جنيه لو انت هتعمل استبدال. شركه زي فودافون لو دخلنا على الموقع بتاعها هتلاقي كاتبه الاجهزه اللي بتدعم الاي سيم، وكمان كانوا عاملين حركه حلوه جدا في الابلكيشن بتاعهم انا فودافون، بيقول لك موبايلك بيدعم ولا لا. يعني انت دلوقتي لو عملت ابديت للابلكيشن انا فودافون ودخلت عليه هتلاقي في حاجه اسمها سبورت اي سيم متعلم عليها صح، يبقى انت كده موبايلك بيسبورت الاي سيم. طب لو متعلم عليها بالاحمر يبقى انت كده للاسف مش بتسبورت الاي سيم. طب انت واحد من الناس مش عايز تدخل على المواقع وتشوف موبايلك بيسبورت ولا لا، وعايز تعملها عن طريق كود. بكل بساطه هتطلب الكود نجمه شباك 06 شباك وتدوس على اتصال. لو جهازك متوافق مع الاي سيم هتلاقي عرض لك رقم وجنبه اي اي دي، كده جهازك بيسبورت الاي سيم. لو مش موجود يبقى للاسف جهازك مش بيدعم الاي سيم. اسعار الشركات، لو بصينا على ال4 شركات اللي هم فودافون واتصالات واورنج وي هتلاقي ان فودافون واتصالات واورنج في تغيير الشريحه بيكون ثمنها 300 جنيه، ولو هتشتري شريحه جديده هتدفع 350 جنيه. شركه وي بتبيعها ارخص بحوالي 330 جنيه لو انت خط جديد، و270 جنيه في حاله الاستبدال. يعتبر كده ارخص 20 جنيه من باقي الشركات. لو دخلت على موقع كل شركه من دول هتلاقي فيه تفاصيل اكتر عن الاي سيم، واللي بيقول لك الاجهزه اللي بتسبورت وثمن الاستبدال وثمن الشريحه. ولكن شركه اورنج هي اللي بتسبورت ان انت تقدر تعمل تشينج السمايه بتاعتك دي لاي سيم عن طريق الابلكيشن، وبيكون حوالي لازم تدفع رصيد 440 جنيه وتفعل تقنيه الاي سيم وانت في البيت. طب لو انت مش عايز تفعلها وانت في البيت بتروح الفرع عادي جدا، بتدفع حوالي 300 جنيه وتستبدل الشريحه لو انت بتتكلم على اورنج. في معلومه مهمه جدا، طبعا الارقام بتاعتك بتكون موجوده في الموبايل فمش بتكون موجوده على شريحه الكترونيه، فنصيحه اعمل باك اب للاسماء بتاعتك لو انت عندك داتا قبل ما تغير الشريحه بتاعتك. طريقه التفعيل من خلال الشركه، اول حاجه بتروح الفرع وبتطلب من الموظف انك تحول الخط بتاعك للشريحه الاي سيم مش العاديه. بتدفع ثمن الاستبدال ولازم يكون معاك ايميل شغال، وده مهم جدا علشان بيجيلك عليه الاكتيفيشن كود الخاص بيك.
الموظف كمان هيطبع لك ورقه فيها QR كود علشان تقدر تعمل اسكان بيه للموبايل بتاعك. ودي كانت تجربتي مع شركه وي، زي ما انتم شايفين ده شكل الQR اللي ظهر معايا. بعد كده بنروح على اعدادات الموبايل، بنخش على السيتنج، بتلاقي حاجه اسمها خلوي واضافه ايسم، وتعمل اسكان للQR اللي هيطلع لك وتدوس على اكتيفيت. هيظهر لك الخطوه الاولى وهو بيقول لك عايز تسمي الايسم باي اسم، فانت براحتك. بعد كده الخطوه الثانيه هيقول لك عايزها الشريحه الاساسيه اللي هي البرايمري او السكندري، فانت على حسب انت عايز تخلي المكالمات بتاعتك والرسائل من انهي خط، فاختار براحتك. ومؤخرا بيسالك عايز الداتا تكون من انهي خط، طبعا الكلام ده تقدر تغيره من السيتنج من جوه الموبايل بتاعك. خد بالك الورقه اللي بيطبعها لك الموظف دي اللي فيها QR كود مدتها 5 ايام، فلازم تستخدمها قبل ما ينتهوا ال5 ايام، فنصيحه يعني في اول يوم اعملها على الموبايل بتاعك وانجز حالك. كميه الاسئله اللي جات لي على الفيديو اللي فات، اول سؤال اللي انا اتسالته كم شريحه بتشتغل على الجهاز. مبدئيا يا صديقي لما دخلنا على موقع ابل لقينا ان ابل كاتبه تقدر تشغل لحد 8 خطوط، وشركات الاتصالات في مصر بتقول انها تقدر تشغل 10 خطوط، لكن فعليا اللي هيشتغل معاك هم خطين بس، تقدر تغير بينهم وبين باقي الخطوط بكل سهوله عن طريق السيتنج اللي موجوده جوه الموبايل بتاعك. السؤال الثاني، هل الايسم هيفرق في الشبكه؟ مفيش اي حاجه تماما هتفرق معاك في الشبكه، هي كل الفكره ان الشريحه بتاعتك بقت الكترونيه مدمجه جوه الجهاز بتاعك، فمفيش فرق خالص في الشبكه. النسخه الصينيه الموجهه للصين بتدعم الايسم للاسف يا صديقي. اي موبايل بيكون بخطين اللي هي ZA او CH الموجهه للصين، للاسف في الصين مش بتدعم تقنيه الايسم، وده بناء على موقع ابل زي ما انتم شايفين دلوقتي في الصوره. السؤال الرابع، النسخه الامريكيه لو جبتها هنا في مصر هتشتغل؟ بص يا صديقي هتشتغل معاك، لان خلاص انت بقيت بشكل رسمي بتسبورت الايسم، بس اتاكد انها بتدعم الشبكات المصريه. لو في اي سيتنج انت عايز تعملها وهي هناك ممكن تظبطها بحيث ان هي تشتغل معاك على طول على الشبكات بتاعتك. من اكتر الاسئله اللي جات لي، لو عملت ريسيت للموبايل الايسم بتتلغي؟ ده اكتر سؤال بصراحه كان موجود في الكومنتات، ولكن طبعا الكلام ده مش منطقي. لو معاك ايفون هتقدر بكل سهوله وانت بتعمل ريسيت هيلاقي في اوبشن بيقول لك keep eSIM and earth data، يعني انت دلوقتي هتحتفظ بالسيتنج الخاصه بالايسم وهتشيل باقي الداتا من الموبايل بتاعك. زي ما قدامك كده في الصوره، هو اول حاجه بيخش على السيتنج وبعد كده بيعمل فورمات للجهاز، ولكن بيحتفظ بالايسم keep eSIM، وتختار الاختيار ده هتلاقي نفسك انت عملت ريسيت للموبايل، وتلاقي كده ان الايسم بمجرد ما ترسل الجهاز لسه موجوده على الجهاز بتاعك. كمان لو معاك اندرويد هيكون فيها نفس الاختيار بالظبط زي ما انت شايف في الصوره، هيظهر لك ان انت ما تعلمش على الايسم وانت بتعمل فورمات، وبكده الموبايل هيتفربط معاك والايسم برضو موجوده في الاندرويد. سؤال عجبني وسؤال منطقي جدا، لما حد يقول لك هو انت تقدر تنقل الشريحه الالكترونيه من موبايل للتاني؟ للاسف يا صديقي مش هتقدر تنقلها، لانك لما تيجي تنقلها هيقول لك فشل في الاتصال وهيجيب لك ايرور، وللاسف لازم ترجع للشركه اللي انت متعاقد معاها تجيب QR جديد من تاني. ولكن لو هنتكلم بشكل منطقي، ان لما كلمت ابل وسالتهم على التقنيه دي قالوا هي متاحه فعلا، بس ممكن تكون من بلد لبلد تختلف، فاصبح ان هي اصلا التقنيه دي موجوده في بلاد تانية، تقدر تعمل ترانسفير الخط بتاعك من موبايل قديم للموبايل الجديد من غير ما ترجع للشركه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات وهرد عليك في اسرع وقت. ما تنساش بقى تعمل اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد في عالم التكنولوجيا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم فيه عن تقنيه رهيبه جدا وهي تطورات الشات GPT، فلو انت مهتم بمجال التكنولوجي ابعت اللينك ده لزمايلك علشان الكل يستفيد. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.